مساء النور مساء الورد. والله والله ضوء والله حكاية. اهلا وسهلا. شتيت بردت شوية الدنيا، بردت شوي. شيني حالكم سنو نزيد في الضوء، خاطر المرة اللي فاتت تاني في الظلام ونسيت حكاية اللي كون نزيد الضوء في التليفون. جوكم باهي، اموركم مريقلة، اموركم هانية. مازال ما خرج لي شيء بالنسبة لللايف، نبدا نتكلم بشوية لين تحضروا وربي يحضركم بحاضر خير ان شاء الله. يا مالا الضوء متاع صيدليات، هذا اللي عنده صيدلية عيوننا مشو بصيدليتكم. ضوء صحيح توا لما حال الوقت مازال هما تقريبا يسكروا 6 7 هيك هو، على خاطر توا ولا ليل هيك هو الدنيا تظلام والشمس تغيب من 5:15 هكاكا، 5:15 هني في جرجيس. مراسلتكم نبيلة من جرجيس. هكاكا شك اللي يشك يجري، مش حتى يثبت فماش كهرباء فماش حاجة. لا والله شي بنقول لكم، هي فست على فست الشغال. ساعات حد هيك تبدا تسوق ويجيب يشق، يقعد في الكيس يقعد يشبح لك يقص بون، يبدا يثبت شكون في الكهرباء. انت غير شق انت سلك روحك، وبعدين اللي يسوق واللي يقعد واللي يسوق يبدا يشق ويبدا يشبح شكون في الكهرباء، ولا يستنى في اللطخه والله ما ندري. المهم ان شاء الله تكونوا بخير. اول حاجه نحب نقول في موضوع الفويتات، يعني هالايامات نتكلم ياسر في موضوع الفويتات. بارطاجيت اليوم تصويرة شماخ، قالوا لي راهو الفويت عنده جي شهر. مش معقول هني الصناد، الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بجرجيس، راهو املاك الشعب التونسي، اهالي جرجيس في الكياس. الفويتات ابار شماخ، فما من هني وين قصر الزاوية، وفما زاد وين الكياس الاخر اللي يهبط غادي من بلاك تسينايلكم بشوية، فما كياس يهبط كوشة جبنون. وفما فويتات وين طريق الطويشة فويت كبير، طريق متنين اني نمشي ونصور في الفويتات هالايامات. هي راي الحكايه صناد وتجهيز راهو مع بعضهم وبلديه. للاسف والله يا ريت يشيح على حكايه البنيه التحتيه للجرجيس. اليوم بارطاجيت زاد التصويرات نتاع الحفره اللي قدام لي 6 كنيك وابن خلدون. للدرجه هذه السلطه المحليه ما تعديتوش من ثم حفره للدرجه هذه، تشحف التلاميذ وتشحف في الشباب، معناتها لأنه الجيل الصاعد اللي يقرا ونحبوه يتكون ويتطور، ونحبوه يقرا ويكون شعله من النجاح بقدره الله، وربي ينجحهم غاطسين في المية هكاكا في رومبوان، في مدخل جهه، في وجه جهه. للدرجه هذه السلطه حفره. راني بكره بارطاجيتها وقلت هبط علينا نيزك في جرجيس، فما بعد خير قالوا لي ديناصور، قلت الديناصور جره يمشي، هذا نيزك طاق ضربنا. حفر في جرجيس بطريقه تبين لي فما خوار بالنسبه طرقاتنا ماهيش عاديه. راه الطرقات في جرجيس وشبكه المياه اللي هي كلها تضرب، كلها جرجيس كامله هيك. شبكه المياه والطرقات في جرجيس نقطه استفهام كبيره. يعني شخصيا انا بنبدا نكتب هالايامات في اطار النقد البناء، طبعا دون التجريح بالاشخاص، واني عمري ما نجي على حال حد. في اطار النقد البناء بنكتب: يا سيد رئيس الجمهوريه السيد قيس سعيد، نداء تعالى شوف لنا موضوع الصناد وشوف لنا موضوع التجهيز في جرجيس. شنية موضوعنا في البنيه التحتيه؟ كياساتنا كلها متطربقه من بعضها، الحلاقيم كلها متطربقه من بعضها، جرجيس كامله تهلب بالمي، جهه كامله تهلب بالمي. فويتات ويا ريت زاد يسقط عليهم في الصناد وفي الستيك. خلي نشوفوا الصناد والستيك، خلي شوفوا مراقبه طبعا. تشنية 1% ما عندهاش في الدار ويفيع في الكياس، وقالوا راه فما استراتيجيه وعندنا اشكاليات وعندكم اشكاليات. اني طونكو مواطنه نخلص في فاتورتي، اشكالياتكم هكا تبع لي عند المؤسسه في البلاصه هكا، انت تفضل اشكالياتك غادي. اني مواطنه مخلصه اداتي زاد المواطنين في جرجيس
جرجيس نداء لجرجيس بروا خلصوا اداءاتكم، بروا خلصوا اداءاتكم، الدولة تسايلكم، فما البعض الدولة تسايلكم، خلصوا اداءاتكم باش تدخل فلوس للكاسة زاده باش نجموا هني في البلد يقاوموا. وها باش نجي نحكي نكمل موضوع الصونات. يعملوا جرد للبنية التحتية في جرجيس ويشوفوا له حل، وعندهم نورمالمون دي بوان. قدامنا فيضانات بارتو يا خويا، بارتو جرجيس كاملة في السواحل. في السواحل حومتي اني اكثر جهة ربما ساعات نتكلم عليها وساعات نقول باش ما يقولوش تنحاز لحومتها على حساب حومة اخرى. اكثر عمادة متضررة هي السواحل، قعدت خاربة نثبت عليها من يعني صغيرة السواحل خاربة، وفويتات تهلب وكاسات تهلب. تي برا يا خويا انت في 80 ولا في قداش تسوق؟ فويتات ها السواحل خاربة السواحل، لا كياس لا ترتوار السواحل المنسية. وديما نحاول نعدوا ميساج على السواحل باش ما يقولوش منحازين، اما نضرب على عمادتنا. اما هاكم بتشوفوا الدنيا الوتلة مسكرة، الدنيا فويتات تهلب. انا جايتكم اللي فويتها بنوريكم، هذا في السواحل. في السواحل اني مانيش عارفه الحاجه اللي ما فهمتهاش يا اخي. الكياس راهي جرجيس زوز كياسات ودورة، راه معناتها بيجيني مسؤول باش يحكي لي موضوع يلزمها دراسه استراتيجيه كبيره. ماكش في شنغهاي انت ولا في الولايات المتحده، زوز كياسات ودورة راهي تقسمنا. راه تحبش نوري فما شويه شباب مغادي نهبط شويه. شوفوا هذا فويت، ترى ايش فويت هذا في السواحل. ايش السواحل كي تهلب بالمية؟ ايش هذه كلها السواحل. انا مازال الفويت المية. ايش الناس مازال المية؟ هذا كله سواحل. وعلى فكرة فما هو باقي هني. هي هني من هني كلها فويت السواحل. كلها تهلب بالمية، الكلها فويتات. استراتيجية الصناد مع احترام المسؤولين طبعا، نحترمهم الناس الكل، قلت لكم اللي يخدموا واللي يخدموا وما يخدمش نحترمه. اما يا خوتي شنو الحالة هذه؟ جرجيس راهي كاس منقوبة، كلها تفيع بالمية، كلها فويتات. شوفوا لنا حل، الدولة تجي تشوف لنا حل، تشوف ايش معناتها رزق المواطن التونسي في الكياس، ايش معناتها. شوف لنا حل زاد في الحفر. هل فما ديناصورات هاربه في جرجيس؟ فما نيازك قاعده تسقط علينا؟ فما مش عارفه ان يقنبلوا علينا عقب الليل؟ شنو هي الاشكاليه اللي صايره في جرجيس لكونها كياساتها خاربه وذريتها يدخلوا يجيبوا في الفلوس، ذريتها اورو وفلوس واقتصادنا هني وملح وزيت والدنيا كلها في جرجيس، وكياساتنا خاربه والدنيا كلها تهلب بالمي. شنو هو المشكل اللي في جرجيس؟ شنو هي الحاجه اللي صايره في جرجيس؟ عندنا ملح، عندنا برط، عندنا دنيا. الفيت باقي في السواحل، ما بعدتش على السواحل. استنوا هو السواحل باقي. الدنيا تهلب باقي بالمية. شنو صاير في جرجيس؟ جهة غنية، عندنا مقومات اقتصادية كبيرة، كياساتنا الكل حفر. باقي في السواحل. ثالث فويت. هذه كياس رئيسي. كياس رئيسي مؤدي الى منطقة سياحية. هاني جيتها تاع المنطقة. هاي السواحل باقي. هاي السواحل. هذا رابع فويت في السواحل. رابع فويت في السواحل في كياس رئيسي المنطقة السياحية. ما تتعدوش منها المسؤولين في جرجيس. ما فماش. فما الأهم والمهم ما فماش. فما كياس رئيسي مهم ياسر، كياس رئيسي مهم ياسر من غير الطرق الفرعية. وخلي من طريق الطويشة في حفرة مش ديناصور هكا تقريب جانا قنبلة سقطت على طريق الطويشة. مش معقول. شنو الحالة في جرجيس هذا؟ وقالوا هلمات استراتيجيات وفما مقاولين وبتات. هيك مشكلة إدارية يتحملها المسؤول. تشوف أمورك، تعمل عريضة، تعمل شكاية، تقدم صيحة فزع، تقول مش معقول جهة فيها مقومات اقتصادية كبيرة. وهلا هي باقي في السواحل. إلى السلطة المحلية في جرجيس 5 فويت في السواحل. باقي المية في السواحل. باقي في السواحل. هذا 5 فويت. شي هناك وريتك. شنو المشكلة في السواحل؟ هذا 5 فويت. يعني ما زلت في السواحل.
قاعده ما بعدتش راه، استني وقعدوا معايا وأنا في السواحل باقي في طريق رئيسي مؤدي الى منطقه سياحيه. هذه 5 فويتات، ما بدلكمش من البلاد، كان بدالكم بالبلاد نوصلوا 50 فويت، كان نبدالكم من طريق مدني نوصلوا 50 فويت في جرجيس او اكثر، كان بدالكم البلاد طريق من غير الطرق الفرعيه. تو هاني في السواحل 5 فويتات الى السلطه المحليه، هذا اللايف فيه من رومبواسونيا وانت جاي 5 فويتات في طريق رئيسي مؤدي الى منطقه سياحيه. ها فويت اخر، 6 فويت. شكون زاد للسوناد؟ 6 فويت. ما زلت في السواحل ولد برحه. هيا فويت للسواحل، فويت للحس الجربي، فويت لصاغو، ما زلت في السواحل 6 فويتات. يعني قاعده قلت لكم ما زلنا ما بعدناش. ها باهي، هذم 6 فويتات في مجال جغرافي ضيق، ماهوش بعيد، من خير الحفر والحاله المزريه لكياساتنا اللي في الصيف ما شاء الله خيرنا وخميرنا هني في جهتنا وبقلب كبير وواجب علينا. ها فويت باقي، ها فويت تعديناه. 7 فويت في السواحل. شكون زاد؟ 7 فويت في السواحل. هيا ما بعدتش هاني اليوم انا وياكم يا جماعه الصناد الليله، ومازال راهو مازال اني نقد بناء ونقد مسؤول وهذه جهتي. ها 8 فويت مغادي السواحل باقي. ها 9 فويت. ها بالكم، ها 9 فويت يا الصناد. ها 9. شكون زاد؟ ها والعاشر هذه 10. هذا ما زلنا في السواحل. ها 11. ها ومنا باقي معش فيها. ها ومازال باقي. هاك 10. ها 11. هذا 12. ها هو ما زلنا باقي في السواحل. ها 12 فويت ما زلنا باقي في السواحل. ها مغادي باقي. ها مغادي 13. ها ومنا 14 14 فويت وإحنا ما زلنا في السواحل يا ابو قلب. ترى وين ريت هني تعديت امس ولا ولامس. ها فوالا، هو مازال هو 15 فويت في السواحل في طريق رئيسي. هاني ندبهم ووك هاي مازال بالك تقولوا 16 فويت. شكون زاد؟ شني عاد 16 فويت لوين بنانا 16 فويت. هذا رقم لما نهبطه غدوة بالتفصيل وبالصور لما نعمل ألبوم أفراح السند، ألبوم الأفراح والمسارات. 16 فويت في السواحل في منطقة قصيرة مخارجية غدوة لما ندور ونصور. هاو في بالهم السلطات المحلية غدوة نهار كامل وأنا ندور ونصور ونهبطهم الكل في الصفحات الكل وعندي حق. ها 17 18 هاي غدوة لما ندور ونصور العشية. هذا ما يسالش ما يقلقنيش، يعني هذه واجبي تجاه جيتي ومش مقلقني الموضوع، مش مقلقني. غدوة نعمل البوم كامل، غدوة البوم كامل كما قلت نحترم المسؤولين. اما هذا كياس هذه كياس كرهبكم اللي تتعدوا عليه تخلصوا في اداءات على كرهبكم. الميل اللي تخلصوا فيها في الصيف راكم ما تدوشوش وما تغسلوش في حوايجكم وما تنظفوش في دنيتكم، قاعدين بلا شمي. واليوم ها الكياسات زاد خاربه كلها حفر، ولا صلح الفويت يعملها كركوبه هيك كركوبه فوق الكياس. انا مش خبير الطرقات اما نستغرب. ها 19 هاي في العقله 19 ما زلنا قال لك كياس رئيسي مؤدي الى منطقه سياحيه. والوتله نصهم مسكرين اللي كراهوا فما استراتيجيه كبيره لدعم هيك المشاريع وتقول وك الوتله خلي ترجع جرجيس سياحه وفلاحه جرجيس، سياحه وفلاحه جرجيس. الوتله ما شاء الله عليهم عندنا شط وعندنا دنيا سمحه ومقاومات سمحه اقتصاديه جرجيس كامله تهلب بالمي. بعتالي يقول لك يا جماعه شبهها ريقها شيحه شبهها نار كامل تعيط. ولا ما دمرت ياكم معايا انتم في اللايف قداش من فويت وريتها 19
واني ما بين سويحي بين انا العقله، زوز في العقله، انا وريت زوز في العقله. مش معقول مش معقول. تسخف جرجيس والله تسخف. اني راني ديما نروح لجيتي ونحب ياسر جيتي، وش بريفير معناتها حتى مي فاكونس ولا اي حاجه هني في جيتي. ها ولا ما غادي ما تعدى 20. هاي انا وصلنا ل20 وين بحذا البوسطه، مقابل البوسطه فويت. ونشوف اللي احنا ناس قاعدين نختاروا وجهتنا وبلادنا، حتى في لي فاكونس نروحوا هني، نروحوا ونصرفوا فلوسنا هني في جهتنا وفي بلادنا باش نحركوا العجله الاقتصاديه. اما نروح هني ونصرف هني ودنيتي هني، ما لازم السلطه المحليه والجهويه والوطنيه تعمل اجراءاتها ان شاء الله خير شي هنا. تعمل اجراءاتها السلطه، تعمل اجراءاتها وتشوفوا جرد. راهو والله كان يجي حد يعمل دوره هني في البلاد يقول مي سي با بوسيبل، يقول ماهيش نورمال، مهلوبه هيك ماهيش نورمال، ماهيش عاديه، وضعيه ماهيش عاديه، كياس وحفر وفويتات ماهيش عاديه جرجيس بتاتا. والكياس اللي ندار السني اش والله بنعزر ناس ما تجيش نشقوا. والله يا كرهبة قصت علينا، ليه عملت ضو، ليه قالت هكا قصوا هكا، حني ماشيين هكا وهي جت قص دار وقعد وقف في الكياس المدام وتعدت ماهيش هني اصلا الكياس كياسهم. والله لا فهمتها الدنيا هذه كيفاش. اني راني ساعات نقول تبعد غادي تبرا هيك، اما تو ما نسوقش هني هك، علاش لقيتوني قاعد نناقش في الموضوع، باقي كان اسوق هني تبرا من هني. هيا غلقنا ال20 نفويت في منطقة مجال جغرافي قصير. كثر الهم يضحك. نداء إلى أهالي جرجيس، خلصوا أداءاتكم البلدية. والحاجة الناس اللي عندها مشاريع كبرى وعندكم شركاتكم في تونس واللي تاكس ما تخلصش في جرجيس، السلطة المحلية تبدل لنا القانون وتشوفوا لنا شنو الإشكاليات. وتواني أنا شخصيا باش نتكلم عليه الموضوع، شركات في تونس ويحلوا مشروع في جرجيس والأداءات في تونس. أنتم هني حالين مشاريعكم في جرجيس وشركتكم غادي فما قانون يتبدل وفما لي تاكسي تحطوا هني في جرجيس. اللي يجي يعمل هاو فما فويت في أول صنغو على فكرة اللي ما تجوا صلحوها. أنا رجع حتى تصليح رواني مش تصليح، ترقيع كما قلت لكم. فما بعض القوانين الدقيقة انيها اللي بتبتت ماني عاد عندي الكلوف، قلت لكم عندي الكلوف بزايد، مشيت عاد نبتبت عاد. قال لك شركة في تونس والمشروع في جرجيس والتاكسي صبا في تونس وحنا ما نصوروا كان الوذن. اجيكمش احلى مرقة في الاخر. تسمعوا بيه الموضوع هذا قانون يتبدل، لازم يتبدل. وقاعدين نتكلموا على الفحص الفني، وفما ناس تكتب ساعات تقول لك وين المسرح، وين دار الثقافه. بيان سور فيها ميزانيه وفيها تخطيط، كي قال لك فما ترميم يعني فما استراتيجيه معينه وفما قوانين. مش واحد يقول لك سي بون بصلح يمشي يصدر ديريكت، ترى استراتيجيه كما قلت. حتى على حكايه الصناد ما عندكم شكل الدنيا تعمل تخطيط جرد تك 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 تك، والاصلاح اصلاح، مش تصلحها اليوم وتزيد نهارين وترجعها باسكو طربقت. على خاطر بيان سور باش فما بريسيون فيه المي فيه بريسيون، فيه ضغط. ربي جراها على الصلاح. والله ريقي شاح صوتي بحاح وانا نعيط قلبي الراح. يا كبدي والزون هذه زون تورستيك اللي تو في صاغو. يا حسرة يا صاغو يا حسرة. ان شاء الله الوتلة ترجع تخدم بالباهي ويشوفونا الاضواء وبلايص من غير ضوء، وتحب لها مع الاقل نناقشوا بالموضوع. ترى شنو حبيت نقول لكم حقا، يا ريت زاد بلديه جرجيس زاد على حكايه موضوع التروتوار، فما بعض الاجراءات الجزئيه مشكورين على التجاوب. موضوع التروتوار ماذا بينا يتواصل على خاطر يا ريت تو ناس انا يمشوا في الكياس. تذكرت التاكسيات في جرجيس. تو كنت عاد في البلاد، جيت عديت من الرومبوان بتاع البلاد، المرور واقف في الرومبوان حتى تاكسي. كي يبدا المرور في الرومبوان حتى تاكسي. وعاد عندكم القانون الجديد، ما تطلعش مواطن تتخطى، ما تطلعش ملكش في ثنيتي يولي في ثنيتك. جينيهاش
ويا ريت تلتزموا بمحطاتكم وننظموا بلادنا ونسمحوها، فما رقي وفما حضاره. ويا ريت المواطنين زاد يلتزموا في حكايه الاوساخ، في حكايه الاوساخ معاش يطيشوا، يحترموا جهتهم. ولا غالب فما نقص كبير للحاويات، فما نقص كبير للحاويات. ميسالش اني شخصيا في ساشي ونسكر وساعات نحرق، ما نكذبش عليكم، في جرتي في داري وننظف قدام داري. مش شكرا، ما نحب روحي ساعات نكون مثال في بعض الحالات للناس تفهم نظافة دارك. يعني والله نظافة داري هاكي مسؤوليتي، طبعا داري ساكنة فيها وقدام داري مسؤوليتي. ويا ريت كل حانوت في جرجيس قدامك مسؤوليتك. يا ريت تحسين الوجهات ودهنانهم. دخلوا في الفلوس ولا دخلوا في الفلوس والوجه مقشرة. المجمعات الطبية والمؤسسات اللي في جرجيس، ربي يزيدكم تصوروا في الفلوس. حسنوا محيطكم، تنظيف وصيانة محيطكم. فما فلوس ولا يركلوا اموركم كيما اي مواطن، كيما يتعامل مع داره ومع صغاره ومع روحه، كيما يتعامل مع دولته ومع جهته. وكيما قالت وزيرة العدل زاد في مواضيع القوانين، القانون كالموت لا يستثني احدا، لا عمي لا جدي لا خالي لا جدي لا ولا اخويا، لا هاكا مريض لا هاكا بيه لا هاكا كبير. قانون سي قانون بوا باخ. عندك قانون هنا يطبق، مش متطبق حاولوا له المحكمة. فما حد شيء، انا ما نفهم حد شيء شخصيا، ما نفهم حد شيء. هكا علاش ديما نقول لكم الثقة في الوثيقة، واللي فما قانون طبقوه. نشوف مخالفة في القانون سماع مبلغين عن الفساد وعدم عدم احترام القوانين، بنبلغ بيصير، بنقول راي ثم اشكالية معينة في الموضوع هذا، مش ملتزمين قانونيا، بيصير بنوصلوا المعلومة، بيصير بنقولوا راهو هذا الكياس تعمل سنة 2020 ولا 2022 هاو عامين وتفلق. فما اشكالية معينة، اكيد فما اشكالية، فما ضوابط. واللي ما يحترمش القانون قلت لكم ديركت المحكمة. القانون سي قانون، القانون كالموت لا يستثني احدا، حتى حد نطبقوه الناس الكل، والناس كلها تلتزم باش تهز جهتها وتكبر جهتها وتحمي جهتها وتبني القدام. يعني وقت اللي نحكوا على قوانين علاش تواني، يعني تو باغ اكزومبل نحكي على الفويت، يعني ما عنديش فويت قدام داري على فكره. يا ريت تواني نلقي شايح وندور على الفويتات في جرجيس، ما عنديش فويت قدام داري. وعندي الثنيه هيك نتاع المستوصف نتاع السواحل، الثنيه خاربه وتكلمت عليها مرتين وثلاثه. قالوا فيها برنامج اصلاح، سكتت. قالوا فيها برنامج، هذا نستنوا في الوقت القانوني اللي قالوا فيه برنامج، خاطر نحترموا المسؤول كي يخدم كي يقول كلمته، ما نضيعش كلمه مسؤول. راه نحترم ياسر، اما نقده نقد بناء طبعا دون التجريح بالاشخاص، مش خارج جمله جميله لافي. اما كمواطنه الكياس هذا نتعدى منها هني وتتعدوا منها انتم في اي موضوع تستعملوا فيه نعيشوا نفس العيشه في جرجيس، لا حد خير من حد ولا حد اقل من حد. الكياس نتعدوا منها، السبيطار الناس كلها نمشوا للسبيطار نداو، اللي نحبوا زاد السبيطار يقيدوا الناس. المره اللي فاتت مشيت نلقى مرة راقده قالت لي من 6 متاع الصباح نستنى في دوري، 6 متاع الصباح تستني في دورك. هذا يجي موضوع السبيطار، ما شاء الله علينا. عندنا مجلس محلي للتنميه قاعد يضرب ما شاء الله عليهم، ربي يعينهم، قاعدين يتحركوا في عده مواضيع، وكل الدعم ليهم. اي عبد يخدم البلاد اني بقلبي ورب معاه، اي عبد نختلف معاه، ناس ساعات نختلف معاهم، اما تضرب على البلاد يا اخويا برا، ويا اختي يضربوا على البلاد، اضربوا. هذه البلاد بلادكم، الارض ارضي والبلاد بلادي وان جارت علي عزيزه. لانه بغى ياسر جرجيس، بغى ياسر هكا. علاش مقهوره والله. عندي هيك في حاجات في مخي، نقول يا ريت الكياس هذا يولي كله نخل، يولي كله ضوء. نخمم حتى في موضوع التشجير، نقول هيك نخلي يبدا هيك كورنيش نتاع سونيا، نقول يا نشبح فيه في كورنيش سمح، ونقول يا ريت في الصيف يتسكر من الديكوتي ويولي كل ناس على ساقيهم ويتعمل لهم باركينج من جاي، يتسكر كومبليتمون شط سونيا، واللي يسكن غادي تكون عنده بطاقه يدخل فقط لداره، والباقي كل الناس على ساقيها. البلاد زاده في مرحله معينه تتسكر كومبليتمون، تعمل دي باركينج خارج البلاد وفاش الناس كلها تدور على ساقيها غادي في البلاد، وحركه اقتصاديه. نخمم قدام نخمم تاع 10 و20 سنين قدام. قوانين الاستثمار زاده تتبدل، البنيه التحتيه زاده لازمها استراتيجيه حسب الاهم والمهم، وحسب النقاط، زاده النقاط الحيويه، وتتعمل بالبارتي مش تنقيز، مش ترقيع، زاده مش ترقيع.
حتى احنا في جرجيس ساعات نناقشوا بعض المواضيع ونبدو ننقزوا من سوجي لسوجي. ساعات السوجي ياخذ بوز على الفيسبوك. انا عمري ما نتبع في البوز على فكره، ندعم في مواضيع اما اني اللي ما تقريبا الوحيده، وربما بعض الاشخاص يتكلموا على الفويتات ولا اللغات شيخين صح عليهم. اني ما نتبعش. اني مخي ريتو اني مخي قال لي مزاجي قال لي تكلمي نقيس ونسال ونبتبت. ما نحلش لايف هكاكا كما نبتبت عليه الدنيا، نبتبت ونقيس ونفهم الدنيا ونفهم الدولاب خاصه قانونيا واداريا، وبالتالي نوضح الموضوع بطريقه للمواطنين باش يكون عندهم زاد وعي شعبي. ها فويت قدام المستوصف نتاع العقله، هذا بكري تعدد ما ريتش على فكره قدام المستوصف نتاع العقله. المهم ان شاء الله كنت خفيفه الظل عليكم. الصونات ان شاء الله تفهمونا وتسمعونا، البلاد بلادنا والميمانه. ان شاء الله زاد يقع دراسه للطرقات اللي من غير اضاءه والشاطئ هكا المقود يرجلوه، وان شاء الله تتصلح جهتنا بشويه. وربي يخلي لنا بلادنا، وربي يحمي رئيسنا ويوفقه ان شاء الله. السيد قيس سعيد ما شاء الله كتشوفوا هالايامات يسقط عليهم. يا ودي اليوم التنظيف ما نحكي لكمش، مانيش قايله المؤسسه اللي عملت اليوم حمله نظافه هاك الخرده كلها لميتها هذه العشيه، عشيه كامله وانتم تخملوا ريتكم مش مشكله. وقالوا لي زاد قالوا لي خملتوا ميسالش القانون مسيبوني عليكم. هيك المهم يعطيكم الصحه الناس كلها. ملتقانا في لايف اخر ان شاء الله. فضيله صديقتي العزيزه سلامات، شوفك بعد لي فضيله بنجيك. هو قاعد يسلم الناس كلها.